ثمانية صنايع في الدنيا راس مالي، وانا زول بسيط ومتواضع وراضي بحالي. أنا الدوام مهمومة وكايسة أرزاق يومة، وانا راضي بالمقسوم من الله ورزقي حلالي. ثمانية صنايع عز الشغل والزحمة والناس معاي والسجمة، أنا ما بدور اللخمة بس داير أشوف أشغالي. ثمانية صنايع. مرحبا بكل السادة المشاهدين، مشاهدي برنامج ثمانية صنايع. الليلة حلقتنا يا اخواننا حلقة مميزة، هي عن مهنة حديثة لكن بقت شاغلة كل الشباب وكل الناس الكبار. حنتعرف على المهنة وصاحب المهنة جوا. تفضلوا معنا. ثمانية صنايع. السلام عليكم. كيف الاخبار؟ تمام؟ كيف الامور؟ الله يخليك. تمام التمام؟ تمام. رمضان كريم يا اخي. الله اكرم يا كل سنة وانت طيب. انت طيب يا اخي. اخبارك؟ السلام. كيف الامور؟ جاهز معايا. تمام والله. الله يخليك. اول حاجة دايرين انك تعرف نفسك للسادة المشاهدين، ودايرين انك حندردش شوية معاك كده على المهنة. جدا ما في مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله. انكم بشهر حلو شهر رمضان الكريم، كل سنة وانتم طيبين. عاد الله عليكم باليمن والبركات. اسمي احمد مصطفى ساري من درمان القلعة. شرفتونا في عزة موبايل. يا سلام احمد، انا داير اسال من حاجات كثيره، لانه يعني شايف الموضوع ده هو كان موبايل، مع شويه بقى شواحن وسماعات وجرابات وزواكر، يعني المهنه ذاتها ما مهنه بتختص بمنتج واحد، يعني فيها كم منتج. أيوة. انا داير اعرف انه الناس بتطلب اكثر يا الموبايلات ولا الحياه الماشيه اكثر شنو؟ والله هي في الحقيقة أصلا مكملة لبعضها، يعني إذا كان الأجهزة أو الإكسسوارز بتاعها. إذا بالتالي أنت إذا عندك جهاز موبايل فبالتالي بتحتاج لإكسسوارز، يعني شاحن، سماعة، ستيكر، جراب، يعني كلهم مكملين لبعض. وفي البدايه انا برضو كنت داير اسال، يعني المهنه دي انت اخترتها كيف؟ امتهنتها كيف؟ الحياه دي كلها برضو داير تورينا يعني. والله يعني إحنا أصلا المجال ده فيه من بدري، يعني من بديناه من الاكسسوارز، كمبيوتر، موبايل، وصيانه وسوفت وير وهاردوير وكله في عزة يعني. ولك كم سنه كده؟ والله انا لي زي 7-8 سنة اقل شيء. طيب تعامل الناس كيف معاك؟ يعني ما ممكن يجي زول داير موبايل يكون فيه مشكله يجيك تاني؟ والله انا في الحقيقة اصلا بشتغل اجهزة جديدة بس ما في مستعمل. المستعمل مشاكله كثيرة وما بدخلك في أيوة. حتات كده يعني. فبالتالي احنا بنجيب اجهزة جديدة من الشركات المختلفة وبنتعامل مع الزبون على منتج جديد يعني. طيب نحن بدنا نعرف مثلا ممكن اكثر جهاز بيكون الطلب عليه بيمشي سريع، انتوا يعني بتحبوا تجيبوه اكثر كده؟ والله حاليا في الوقت الحالي اللي هي شركتين، هواوي وتكنو. عندها أجهزة ممتازة جدا وبتمتاز ببطارية وشبكة واكسسوارز بتاعها متوفر وبتكلفة أقل ومواصفات أعلى. ولا يعني. الموبايلات مثلا حاسة السعر باهظ دي كيف؟ أيوة. بتمشي سريع؟ مشيها كيف في السوق يعني؟ والله هي مشيها بطيء شوية، لكن انت طبعا لازم تكون موجودة مكتملة. ايوه لازم تكون موجودة. يلا يا ابو حميد، الليلة انا جيتك داير تعلمني ابيع كيف واشتري كيف، وبعدين بغيته بس بشيل لي موبايل يا سرقته يا اديتني هديه. جدا ما عندك ما عندك مشكله. يلا عليك يا سيدي. الله يخليك حبيبي. حتعلمني اشتغل كيف وحبيع كيف، والحاجه السمحه وين، والحاجه ماشيه اكثر وين. جدا ما في مشكله. ويا اخواننا نشوف رد فعل الناس شنو ونجيكم تاني ان شاء الله. ثمانية صنايع في الدنيا راس مالي، وانا زول بسيط ومتواضع وراضي بحالي. أنا الدوام مهمومة وكايسة أرزاق يومة، وانا راضي بالمقسوم من الله ورزقي حلالي. ثمانية
صنايع عز الشغل والزحمة والناس معاي منسجمة، أنا ما بدور اللخمة بس داير أشوف أشغالي. 8 صنايع. الليلة يا اخواننا معاكم المعلم دبورة لكل الاكسسوارات والموبايلات والعطور. اي زول داير عطور داير ريح يجينا جوا. يلا يا اخواننا 8 صنايع. احمد انت اديته البطارية بكم؟ 50 دي يا اخي ما بيع ب 100 البطارية اللي احنا قلنا. شيلوها انت قروش. ها؟ شيلوها. ب 100 يا خالدي والله. والله انا مالي حالك. ها؟ والله مالي. طيب يا عمي. والله مالي عمي. طيب يا ابوي. لا والله. طيب يا جدي. لا والله. ها؟ قول لي يا ولدي. يا ولدي يا اخي. طيب يا ولدي جيب الخمسينات الثانية دي. ها؟ ما في عمي. محتاجين لا. القروش كثيرة ذاته ما شاء الله. محتاجين لا. يعني ما بس البضاعة غالية يا اخوي، انت عارف الدولار اللي مات دي. ها؟ دولار ماله؟ غالي وزايد. لولا الحافلات ولا لولا البطاريات؟ لولا كل حاجة. أي حاجة بقت غالية، في حاجة بقت رخيصة. ما في عمي. ها؟ ما في عمي. خلينا نجيب 20 بس. خلاها ب 70. كويس. والله شان الطاقية الظريفة دي بس. عليك الله. الطاقية والله دي بكم؟ والله الطاقية دي دي حسها ذمتك. وحياة الله الطاقية دي حاجة ممكن حسها تكون عملت كذا. زمان ب 30. شنو؟ ده والله جيراننا الجوا ده. كنت وين المراية؟ عليك الله كيف. انت وصوير رقبتك. صوير. حبيبي يا والله احنا برنامج يا اخي في رمضان الكاميرا الخفيه تحب تسهر معانا فيه؟ ما عندك معنا والله. حبيبي يا والله انا شفت جيتك دخلت انت اللي اشتري لك والله انا طلال الساتة جدا. الفنان انا قلت لك شنو؟ قلت لك الحفلات دي كان برضه. حلوه 8 صنايع. ما زلنا يا اخوانا بنكتشف كل يوم وكل ما ننتهي مهنه انه اي مهنه فيها صعوبه وعشان تتعلمها مشكله كبيره. عشان كده بتمنى يا اخواننا انه الناس ما تستهزأ باي مهنه مهما كانت المهنه هي شنو. احمد انا الليله كنت يا اخي سعيد بوجودي معاك واكرمتونا انتوا وشوقي ويديكم العافيه يا اخواننا ورمضان كريم والصوموا وتفطروا على خير ان شاء الله. اول يوم في العيد انا بجي اشتري لي الموبايل ابو 24 مليون ده جدا ما عندك. تجاملني بس يا ما ابو بقصر احمد. معك ان شاء الله. الله يخليك. الله يكرمك يا اسلام. لكل المحلات بتاعت التلفونات انا بهدي لكم الاغنيه دي يا اخواننا ولحد ما نتقابل في حلقه جديده. 8 صنايع. 8 صنايع. جاتني الليلة ذايا وطلعت مني هالساعة، خلت عقلي حاير مشتاق ليها لسه. الليلة ذايا وطلعت مني هالساعة، خلت قلبي حاير مشتاق ليها لسه. عطرت المكان من ريحة عطورة وفاح للسما جاني شايل لي بخورة، شالت قلبي راحت من تيها ونفورة. الناس دوام مهمومة وكايسة أرزاق يومة، وأنا راضي بالمقسوم من الله ورزقي حلالي. 8 صنايع عز الشغل والزحمة والناس معاي منسجمة، أنا ما بدور اللخمة بس داير أشوف أشغالي.
8 صنايع.